تعال اقول لك ازاي تعرف تحدد المكان اللي انت هتاخد معاه الكورس اللي انت عايزه مكان كويس ولا لا. بحكم ان انا واحد تقريبا بشرح في كورسات وبعمل كورسات من سنة 2015 او 2016، فخليني اقول لك كده شوية تيبس اند تريكس تعرف تقرر منهم المكان ده فعلا كويس اللي انت تروح تاخد فيه كورس وتدفع فيه فلوس ولا لا. معظم الاسئله اللي بتجيلي منعم اخد مع المكان ده ولا المكان ده، طب انهي مكان فيهم احسن، طب ليه؟ وناس كتير جدا بتسالني السؤال ده، والرد بسيط. اي كورس انت مقرر اللي انت عايز تاخده، الكورس دوت بينقسم لحاجتين: 80% انستراكتور، 20% المكان. باختصار شديد، انا لما جيت شرحت زمان لما كنت بشرح في 2015 او 2016 كان كل خبرتي ان انا واحد عندي ملكه شرح، انا ما كنتش اعرف اي حاجه، انا كنت بروح اذاكر الحاجه دي واروح اشرحها. ده كان كويس وقت ما كنت بشرح لطلبه في الكليات. طب هيبقى وحش امتى؟ لما تبدا تشرح لناس عايزين يشتغلوا في شركات كبيره. الموضوع دوت مش صح، لان المفروض الانستراكتور اللي يكون جاي لك دوت يكون عنده خبره فعليه في شركات كبيره، مش مجرد خبره بسيطه او مجرد ان هو راح ذاكر كورس وجاي يشرح لك الكورس ده. فانت لما تيجي رايح اي كورس او رايح اي مكان، اطلب من المكان ده حاجه واحده بس: بروفايل لينكد ان بتاع الانستراكتور، وخش شوف البروفايل بتاع الراجل دوت اشتغل فين، عمل ايه الانجازات بتاعته، الكومنتس والفيدباكس بتاعت الناس على الراجل دوت سواء على الفيسبوك او على لينكد ان عامله ازاي، وبناء عليها هتقدر تشوف وتتاكد اذا كان المكان ده مناسب ليك ولا لا. ده كان موضوع الفيديو بتاع النهارده. كالعاده لو الموضوع عجبك ما تنساش تعمل فولو ولايك وسبسكرايب والكلام الجميل ده كله. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.